سحر الدم أو سحر النجاسات، الذي بطبيعته هو مادة سحرية بالنسبة للجن، لأن الجن يتغذى من هذا الدم، خصوصا سحر النجاسات وهو سحر الحيض للنساء، مما دائما أنصح النساء بأنها ما ترميش دم الحيض نتاعها في المزبلة، تعرف وين ترميه، لأن هناك من يبحث في المزابل ويأخذ تلك المادة ويصنع بها أسحار جد خطيرة، لأنها مادة سحرية يتغذى منها الجن ولها قوة كبيرة في إيذاء البشر. هذه من ناحية. وأصبح الدم النجاسات يستعمل في جميع الأسحار الهتاكة والفتاكة، يعني ولها عقد جد معقدة، ولها أيضا شفرة جد معقدة، مما يستدعي جلسات طويلة وعلاجات جد مكثفة وجلسات جد مكثفة في العلاج. وتلقى هذا الإنسان صحته غير تروح وفشلان وعيان، ينقط يبدأ ما ياكلش، ما يخرج من المنزل، يقبض توسويس بزيادة، يتوسوس بزاف من الموت، يثقل عن الصلاة، يكره أصحاب المنزل والمنزل، بصح ما يقدرش يخرج برات، واللي عنده العزلة والانطواء. يعني هذا سحر النجاسات من أخطر الأسحار التي تستعمل في وقتنا هذا. حذري أختواتي، خصوصا النساء ودم الحيض، يا أختي لا ترميها في المزبلة وتحطيها عند الباب، كاين اللي يجهزها ويسعر بها. لذلك ننصح الأخوات بهذا الأمر، وحذاري ثم حذاري ثم حذاري. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. مع تحية شيخ الراقي المعالج الباحث أبو تاقي الله.